السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو كما شفتوا في المينياتور، كما شفتوا في العنوان، دوله اوروبيه داخل دول البلقان، متطلبات سهله اخوتي، وكتعتبر بديل البانيا، ودوله سهله اخوتي. غادي تشكروني اخوتي، ملي تكملوا هذا الفيديو غادي تشكروني وخلوا لي الشكر ديالكم، ولا كنتو غدعوا معايا اخوتي خلوا لي الدعوه ديالكم في لي كومونتير. ولا كنتي اول مره كتشاهدني اخويا ولا اختي، الطلب الوحيد اللي عندي لك هو انه تشترك عندي في راسي. كاين واحد الزر ديال الاشتراك غتضغط عليه وتفعل الزر ديال الجرس باش اي فيديو اي فرصه غنلوحها لك توصلك انت الاول، وغادي توكل على الله اخويا تخرج تغرب. الا كنتي باغي تغرب بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، ما غادي تخسر والو اخويا ولا اختي، ما تخسر والو. اشتراك لايك باش الفيديو يطلع ويوصل لناس اخرين. علاش انت غدير لازر وربي يسهل لك ان شاء الله باذن الله، باش ملي تفعل هذه الفيزا هذه توكل على الله غادي تقبل ان شاء الله باذن الله، ونسبه القبول اخويا 99%. فقط يكون عندك الوثيقه اللي غنذكر لك، وثائق ساهلين ما تخاف من والو. انا غادي نقول لك غنذكر لك وثيقه بوثيقه. الوثيقه الاولى اللي تحتاجها اخوتي هي الفورمينير ديال المعلومات الشخصيه ديالك. الفورمينير راه ساهل، كتدخل فيه المعلومات الشخصيه ديالك، ما عرفتش غدير ترجمه مقوره، عطيك ترجمه المسائل كامله، كتكتب المعلومات ديالك، الاسم، النسب، كاع ديك المعلومات تمايا كتعمرهم كاملين. وملي كتسالي اخويا كتمشي عند المستبير. الا كان عندك بيسي امبريمون في الدار راه كتخرجوا راسك، كتامبريمي وتخرجوا. الا ما كانش عندك كتمشي عند المستبير كتامبريمي وكتعطوا له في الجيمال ديالو، كيخرجوا. كتاخذ هذيك سميتو هذاك الفورميلا، كتاخذوا من عنده ديك الورقه ديال الفورميلا، كتاخذها من عنده وكتجيبها للدار. الوثيقه الثانيه ماشي وثيقه وانما هو جواز سفر اللي هو الباسبور. خاص تكون فيها خوتي 6 شهور من تاريخ العوده ديالك من البلد اللي غتمشي ليه، اللي هي دوله كوسوفو. الوثيقه الثالثه اللي معنا هي التصويره. غتمشي عند مصور قريب لك، غتقول له اخويا دير لي التصويره ديال الفيزا، غيدير لك التصويره تكون فهمتي حديثه بمواصفات الفيزا. راه هو المصور تقول له صورني على حساب فيزا، راه غيصورك على حساب فيزا وان شاء الله، وغادي تكون امور ميسره. تاخذ هذوك التصاور اللي تصورتي كتجيبهم للدار، كديرهم في لونفولوب كتجمع فيها الوثائق هذا. الحاجه الرابعه اخوتي اللي هي اثبات السبب علاش غادي لدوله كوسوفو. هاد اثبات السبب اخوتي شنو هو كتثبت لهم علاش غادي لدوله كوسوفو نتايا، واش غادي من اجل السياحه ولا من اجل العمل ولا من اجل الدراسه، لانه كاينين بزاف ديال الفيزات. انت غادي سياحه، غتثبت لهم انك غادي سياحه. كيفاش غتثبت لهم هاد المسائل هادي؟ غتثبت لهم عن طريق خطه سياحيه. كتمشي لقيت واحد الخطه سياحيه كتكتب فيها البلايص اللي باغي تمشي ليهم تزورهم، الاماكن اللي باغي تشوفهم. يعني لا ربما شي شخص يصادفك يعني ولا غادي يتكلف يدورك كما نقولوا دوله كوسوفو. فهمتي؟ هاد الخطه السياحيه خوتي كتبين لهم بلي انه عندك مخطط، عندك واحد البلان افونسي للقدام. فهمتي؟ يعني ما غاديش غير هكاك يعني عشوائيا. الوثيقه الخامسه اخوتي اللي هي فين غادي تسكن، البلاصه فين غادي تسكن. واش غادي تسكن في فندق، واش غادي تسكن في هوستل، واش غادي تكري بارتمان، ولا واش غيستضيفك شي واحد. الا كان غيستضيفك شي واحد خاصك واحد الدعوه سياحيه من داك الشخص اللي غيستضيفك. هذا الا كان غيستضيفك شي واحد، هاد الدعوه السياحيه اخوتي راه ماشي مهمه. الا كان غيستضيفك هاد الشخص خاصك دعوه سياحيه من عنده، خاصك تبين العنوان ديال المنزل ديالو، المعلومات الشخصيه ديالو، رقم الهاتف، يعني هاد لي زانفورماسيون ديال هاد الشخص هذا اللي غادي يستضيفك. اما ما كان يستضيفك شي واحد راه كتمشي نتايا كما قلت لك، راك تكون يا اما حاجز فندق يا اما حاجز بارتمان، كدير لهم عنوان المسائل كلشي في خطه سياحيه باش يكون عندك الحجز. لان يعني كتكون عندك ديك البيه ديال الحجز يا اما في التليفون يا اما كيخرجها، كتكون عندك بانه راك حاجز فندق، حجز حقيقي ماشي حجز وهمي اخوتي. حجز وهمي بعدو منه ايفيتيو عليكم. الوثيقه السادسه هو اثبات كشف حساب بنكي. اثبات كشف حساب بنكي تقدر تثبت لهم 3 شهور، من الاحسن من الافضل اخوتي تثبت لهم 3 شهور الاخرى. حاول انت من تفرج في الفيديو هذا سير عمر الكونت ديالك وبدا تروجو هاد 3 شهور هادي، بدا تروج فهمتي. دخل خرج دخل خرج، كل سيمانه دخل 2 مرات وخرج وعاود دخل وخرج، وبقى تدخل واحد الصالير ديال تقريبا واحد 500 اورو ولا 700 اورو في كل شهر. في كل شهر حاول تحط هذاك المبلغ ديال 500 اورو في الكونت ديالك فهمتي. يعني في كل الاخر ديال الشهر ولا كل البدايه ديال الشهر حاول تحط هذاك، بحال لا انت خدام وكتخلص هذاك الصالير كيوصل لك للكونت ديالك فهمتي. وكما قلت لكم وسط السيمانه بقى تدخل وتخرج باش ان شاء الله تكون امور مضبوطه ويكون داكشي ميسر. ملي كتمشي تطلب هذا كشف حساب بنكي كيعطوك هذيك الرولفي بونكير، كيعطوك فيه المسائل كامله وداكشي باين واضح بكل اريحيه. الا كنتي غتمشي تقضي شهر في دوله كوسوفو، هذا شهر هذا كنهضر لك على شهر، راه خاصك واحد المبلغ ديال 1100 حتى 1200 اورو. علاش 1100 1200 اورو؟ لانه كاينين شي حوايج خاصك تعرفهم اخويا ولا اختي. شحال خاصك يعني راه كاين واحد المبلغ خاصك تقضيه يوميا في دوله كوسوفو، يعني واحد المبلغ غتخسرو يوميا في دوله كوسوفو.
اللي كيتراوح ما بين 25 حتى ل 35 اورو، فهمتي؟ هذا المبلغ كتخسروه في النهار ديالك في دولة كوسوفو. راه فيه الهوستل تيكون الثمن ديالو من 10 حتى ل 15 اورو، وعندك عاوتاني وجبة الافطار ولا الغداء ولا العشاء راه كتكلفك ما بين 3 حتى ل 5 اورو. وعندك المواصلات كتكلفك من 1 حتى ل 3 اورو. المواصلات، طاكسي، البيس، يعني راه غادي تمشي انت، راك غادي سياح، راه غادي باش تدور. دير انت يا شوف، انا نعطيك الطوطال كامل، دير 35 اورو في النهار، فهمتي؟ 35 اورو في النهار شحال غتجيك 1000 1010 1000 و 1050 1100 اورو شهر كامل في دولة كوسوفو. هذه هي اللي ننصحك بها. دير حاول انت، فهمتي؟ وخا كان عندك فلوس زايده مزيان، كل ما كتكون عندك فلوس زايده كل ما كتكون عندك فرص القبول بنسبه كبيره، فهمتي؟ يعني راه عندك واحد نسبه ديال القبول كبيره، كيقول هذا الشخص راه عنده فلوس في الكونط، عنده فلوس كثيره، يعني راه جاي السيد باش يجي السياحه ان شاء الله وغيخسر فلوس عندنا في الدوله ديالنا وغادي يغادر. الوثيقه السابعه خوتي اللي هي التامين الصحي، تامين السفر خوتي، اللي هو اسورونس دو فواياج. خاصك تمشي تقاد لاسورونس دو فواياج، سواء وكاله سياحيه ولا وكاله ديال التامينات، ولا دبر راسك اخويا. راه انا قلت لك التامين الصحي اجونس دو فواياج غتمشي تقادو، سول اللي فين تيتقاد غتمشي تقادو. طريق المسائل راه رخيص اخوتي، راك تخلص واقيلا شي 100 درهم ولا 200 درهم، ما بين 10 20 حتى 30 اورو تقريبا، فهمتي؟ ماشي شي حاجه. واحد الفاكتوره بانه راك دفعتي الفيس ديال المتطلبات الفيزا، اللي هي يعني شحال دايره الفيزا ديال دوله كوسوفو، اللي كتراوح ما بين 50 حتى 100 اورو. دير في بالك انه من 50 حتى 100 اورو، اللي هي من 500 درهم حتى 1000 درهم، كتخلصها بالكونط بونكار ديالك، وكتخرج هذيك الفاكتوره بانك خلصتي هاد الثمن هذا. ملي كتخلصوا كتشد هاد الوثيقه حتى هي مع الوثائق الاخرين اللي ذكرت لكم كاملين، وكديرهم في هذاك لونفولو، هذاك الظرف، كتجمع كل شيء. اخر وثيقه هي حجز تذاكر طيران ذهاب واياب حقيقي. كتمشي تشوف، كتدخل للسيتات ديال المواقع ديال من تقطع البي ديالك، وكتشوف الاثمنه اللي رخيصه، وكتقطع بي ديالك الي وروتور. الي في التاريخ اللي غتمشي فيه، والروتور في التاريخ اللي غترجع فيه. يفضل انه حتى تقبل لك الفيزا عاد باش تقطع البي، ولكن يكون عندك واحد البلان بانه راك باغي تقطع في هذا النهار ولا في هذا النهار، فهمتي؟ تكون عندك واحد الخطه كتبين بانه راه غتقطع نهار كذا وكذا. الا تقبلت لك الفيزا هذاك النهار، ولا تقبلت لك الفيزا، الا ما تقبلتش الفيزا ان شاء الله غتقبل 100%، ما تخافش، ما عندكش مناش تخاف. لان نفترض حنا وقع شي مشكل وما تقبلاتش، راه كتكون ديك الساعه باقي ما قطعتيش، ما عندك ما دير، غادي تسنى تعاود تدفع عاوتاني دوسي مره اخرى وتقبل ان شاء الله باذن الله، وغادي تمشي توكل على الله. هاد الوثيقه كتبقى عندك ملي كتوصل للمطار ديال كوسوفو، كتبينها لهم، كتوريها لهم بانه راك مخلص الفيزا ديالك والمسائل. كتعتبر بحال فيزا عاديه، فهمتي؟ بحال فيزا عاديه كتدخل بها نورمال لدوله كوسوفو. اخر حاجه خوتي في هاد الوثائق كامل اللي جمعتيهم، راه كتمشي لعند مترجم محلف. هذا المترجم محلف كتقول له يترجم لك هاد الوثائق بدون اخطاء. المترجم محلف كيكون حدا القنصليه، كيكون حدا قنصليه السفارات. علاش؟ لانه هذا تيكون محلف، هذا 100%، ما تخافش منه. كتمشي عنده كتقول له دير لك ترجمه ديال الوثائق باللغه الانجليزيه ولا باللغه الكوسوفيه، صافي. ملي كدير لهم الترجمه كتخلص هذاك الشخص اللي دار لك الترجمه، وكتجمع الوثائق ديال كاملين ان شاء الله باذن الله، وكتمشي تقدمهم. للاسف ما عندناش قنصليه ديال كوسوفو في دوله المغرب، لانه لذلك غضطر انك تطلع لتركيا. تركيا هي في اسطنبول ولا انقره، كاينه القنصليه ديال الدوله هذه. راه تستاهل اخوتي، تستاهل انك تمشي تدفع الوثائق في هذه الدوله هذه، لانه انت عاود ما تضرب من تركيا اليونان بلغاريا، راه غضطر انك تدفع من تما وغتمشي لكوسوفو. كوسوفو راك عارف شنو البعد، انا عارف الدراري بزاف اغلبيه غيطلعوا لكوسوفو. علاش غتهاجر كوسوفو؟ راه كوسوفو قرب، وبحال كوسوفو بحال خاطر البانيا، اللي باغي يضيع الفرصه عليه وصافي. ماشي مشكل، غطلع لتركيا، انت غادي تطلع مثلا ديجا تركيا، راه هذه كتعتبر مزيانه واعره اخوتي. الله يسهل لكم جميعا، وما تنسوناش اخوتي، غير ما تنسونيش اخوتي بلا لايك. اعجابات اخوتي، لي لايك باش نطلعوا الفيديو. حاولوا توصلوا هذا الفيديو اخوتي لاكبر عدد من اللايك، 1000 لايك 2000 ما كاينش مشكل، المهم يطلع يبومبي، فهمتي؟ وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش هذا السر هذا، فهمتي، ما يبقاش مخبي، باش كلشي يطلع يسافر، كلشي يطلع يقرب، فهمتي؟ بطريقه يعني قانونيه، ما كاين لا مشكل لا والو. اما باش تمشي تركيا وتقرب من تركيا شويه صعيبه اخوتي. الله يسهل لكم جميعا، نتمنى لكم حظ موفق، مع السلامه.